ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهاردة زي ما انتوا شايفين كده، هو هنعمل كيكة هشة وطرية واقتصادية في نفس الوقت، ومقاديرها موجودة في كل بيت. خليكم معايا واحدة واحدة واتبعوا الخطوات اللي هنعملها عشان النتيجة تطلع زي ما انتي شايفاها كده بالظبط. تمام كده هو. اول حاجة هنجيب بولة، وهنجيب مج. حجم المج اللي هتستخدميه من الاول هو اللي هتستخدميه في الاخر، ايا كان المج. حتى لو حابه تعملي صاج كيكه هتستخدمي مج كبير. تمام. جبت المج اللي انا بعمل بيه، هحط فيه كوبايه وربع من السكر. تمام كده هو. سكر يكون ما يبقاش اصفر قوي. انا مستخدمه هنا في الوصفه سكر اللي هو ايه، سكر التموين، بس ما كانش اصفر عندي قوي فاستخدمته. وحطيت عليه كوبايه الا ربع من الزيت. تمام كده اهوت. يبقى كوبايه وربع من السكر، كوبايه الا ربع من الزيت، زيت يكون جودته كويسه. وهحط كوبايه من اللبن. اللبن بتاعي هيكون دافي. تمام كده اهوت. كل المكونات دي هحطها على بعضيها. بعد كده بحط 4 بيضات كبار. لو انت عندك البيض صغير زي ما عندي كده اهوت، هتحطي 5 بيضات صغيرين عليهم رشه من الفانيليا. تمام كده اهوت. وهضربهم بقى بالهاند بلندر، بالخلاط يعني في شفشق الخلاط، بالمضرب اليدوي المتاح عندك، اضربي بيه لغاية ما الخليط بتاعي يتجانس مع بعضه والسكر بتاعي يدوب خالص. اول لما السكر يدوب ويضربوا كويس مع بعضهم بالشكل دوت كده الخليط بتاعي جاهز. بعد كده هكون مجهزة مجين ونص الا 3 معالق كده صغيرين كده اهوت من الدقيق، اكون نخلاه كويس جدا مع كيس بيكنج باودر او كيك شيف. نيجي بقى للخليط اللي انا عملته، احط عليه معلقه من الخل، عليها رشه صغيره بيكربونات الصوديوم. مش متاحه عندك مفيش اي مشكله، حطي البيكنج باودر كفايه قوي. بس انا بحط ليه هنا هو اللي هو الكربونات الصوديوم، بتخلي الكيكه بتاعتي هشه قوي. يعني حتى اول لما تحطيها تحسي ان الخليط السائل بقى عامل فقاقيع كده صغيره. تمام. فانتي بتحطي رشه بسيطه، ما بتحطيش كتير، لان لو حطيتي كتير الكيك بتاعك هيبوظ. رشه بسيطه كده اهوت. وبحط بنزل بالدقيق تدريجيا لغايه ما يبقى الخليط بتاعي السمك اللي انتوا شايفينه دوت. وهجيب بقى الصينيه بتاعتي، سواء مدوره سواء مربعه المتاح عندك، وهتدهنيها رشه زيت كده بسيطه وتروحي مغلفاها بالدقيق. وبعد كده بحط الخليط بتاعي. بحط الخليط كله بيفيد طبعا ايه في البوله حوالي معلقتين كده هوت من الخليط هنستخدمهم دلوقتي. بس انا بجيب الخله الاول وبروح ايه عامله الحركه اللي انتوا شايفينها ديت عشان الكيكه بتاعتي تطلع مستويه. اهو الشويه اللي فاضوا حطيت عليهم معلقه كاكاو يعني كاكاو خام اللي هو الكاكاو الاسباني، واقلبهم كويس جدا واحطهم في اي كيس حلواني عندك. مش متاح اي كيس من اللي هي الاكياس بتاعه تخزين الطماطم ديت. واروح بقى عامله زي ما انتوا شايفين كده اهو، بفتح خرم صغير وبروح عامله. انا بصراحه كنت فاكره ان الموبايل بيصور، فلقيت الموبايل ما كانش بيصور، فقلت اوريكم برضو وانا يعني ايه بعيد على الخطوط تاني. اهي انا هحط الكميه كلها هيفيد معايا شويه، فطبعا ما بسيبهمش، حطيتهم في الجناب زي ما انتوا شايفين كده. وبالخله وبعمل ايه شكل ايه رايح جاي كده اهوت. اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت بتديني المنظر الجمالي اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا في المرحله دي بكون مسخنه الفرن على درجه نار حراره متوسطه، وبدخل اسوي الكيكه بتطلع لي بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت. لو خدت بالكو الكيكه بتاعتي طالعه مستويه، مش عاليه من جزء وجزء لا. دي بقى فايده الخله لما انا بعملها في الكيكه من اولها لاخرها. اهو بقطعها اهوت. انا ما استنيتش ان هي تبرد خالص، هي كانت يعني ان هي ايه بارده بس مش قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله طالعه مفتحه معايا وطريه وهشه وحلوه قوي، مش ان هي مكتومه ولا حاجه. بصوا هتقطعيها بالشكل دوت، ان انت ايه هتقطعيها ايه شريح بتقطعيها. لو انت حابه تقطعيها خرط هتقطعي، حابه تقطعيها بالشكل اللي انا هقطعه معاكم ده خليكم معايا اهو. بصوا زي الكيكه الايه اللي بتجيبيها من بره.
حابة بقى انت تزودي يعني تحطي صوصات من عندك للطفل في البيت، حطي صوصات مفيش اي مشكلة. ده بقى ايه، شيء يرجع لك انت. انا وريتك طريقة الكيكة بتتعمل ازاي، وانت بقى حابة تزودي اي حاجة من عندك في التزيين مش في المقادير، اعملي اللي انت حباه. بصوا بسم الله ما شاء الله. وعاملاها بسكر تموين، لان في ناس كتير قوي بتقول ان السكر بيغمقها. لو هو السكر بيغمقها بتحطي معلقه خل كبيره، دي بتساعد ان الكيكه بتاعتك تطلع معاكي ايه، فاتحه. يعني دي فايده الخل. والبيكربونات الصوديوم دي بتساعدها ان هي تطلع ايه، هشه. اهي دي كده انا قطعتها شرايح. التانية برضو هوريكم، دي هقطعها مكعبات. الطريقة دي ناجحة 100%. يعني اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي، صدقوني مش هتندموا. ممكن تعمليها في اعياد ميلاد، تعمليها على الصبح كده تشربي بيها كوباية لبن، كوباية شاي. اتمنى وصفة النهاردة تجربوها. ودي كده بتكون وصفتي النهاردة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وبألف هنا وشفا على قلبكم.